بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الفيديو ده يا جماعة عشان أعرفكم إن الدخلة والفرافرة مش الأراضي ما بيتعملش فيها مصارف. أي أرض تنزلها في الدخلة أو في الخارجة وتلاقي فيها مصارف، اعرف إن الأرض اللي تحتها صخرة بنسبة 90%. كلامي ده بنسبة إيه؟ بنسبة 90%. حضرتك لو رجعت لأول الفيديو، احنا لازم نرجع لأول الفيديو. المهم، هي الصورة هتيجي تاني دلوقتي. شوف الأرض دي أعلى من الأرض دي بحوالي 2.5 متر، 2 متر ونص، ومزروعة نخل. دي مزرعة نخل ما شاء الله عز وجل، محترمة يعني زي ما انتوا شايفين كده. هل الأرض العالية رشحت على الأرض الواطية؟ ما حصلش. خلاص، رجعنا للمشهد الأولاني اهو. شوف اديني قربت لك اهو. لا، وقف الفيديو كده وتأمل في الجسر. اهل التربيعة اللي على الشمال دي أعلى من التربيعة اللي على اليمين. وشوفوا التربيعة الواطية، البرسيم بتاعها طالع على الجسر من فوق. يعني مفيش أي نسبة ملوحة بتنزل من التربيعة العالية على التربيعة الواطية. مش بتحصل. زي ما انتوا شايفين المنظر اهو، ما شاء الله عز وجل. فدي يعني ايه، حبيت اوضح لكم نقطة زي ديت احنا اتكلمنا فيها قبل كده، بس انا حبيت اعمل لكم ليها فيديو صغير بحيث ان هو يكون عملي وتشوف الوضع قدام عينيك. اديك شايف الارض اهي، في ملوحة مفيش ملوحة، فيه مصارف مفيش مصارف. حط في دماغك كده كويس ان بنسبة 90% لما تنزل ارض في الدخلة او في الخارجة او في الفرافرة وتلاقي فيها مصارف، اعرف ان الارض دي تحتها صخرة وقرفت اهلها وتعبت اهلها، والمية بهدلتهم والملوحة بهدلتهم، فعملوا مصارف عشان كده بنسبة 90%، عشان ما نظلمش حد. يلا، سلام عليكم.